السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نحلوا ملف شائك، ملف اللي هز الرأي العام الوطني، والحديث فيه كيتجاوز مجرد حادثة سير عادية. حنا أمام معطيات صادمة إخواني أخواتي، ومستجدات كتقلب موازين القضية اللي طرف فيها الفنانة الكبيرة نجاة عتابو والابنة ديالها سامية. القضية ما بقاتش غير حادثة، ولات تشابك بين القضاء، أطراف عائلية وصراع على الحقيقة. بقوا معنا إخواني أخواتي، حيث التفاصيل اللي غادي تعرفوها اليوم غادي نكشفوها اليوم بطبيعة الحال كتعطي قراءة مغايرة تماما لما يتم تداوله على مواقع التواصل، وغادي نوضعوا النقاط على الحروف، وغادي تمشيو فاهمين كل كبيرة وصغيرة. بدات بطبيعة الحال الواقعة بحادثة سير مأساوية في مدينة الخميسات، خلات شاب في حالة صحية جد حرجة في المستشفى. نجاة عتابو كأم وكإنسانة حاولت تدخل بجميع الوسائل حتى أنها لجأت الخطوة ديال الصلح، ولكن اللي وقع كان غير متوقع بطبيعة الحال. العائلة ديال الشاب رفضت أي شكل من أشكال التنازل، والموقف كان حازم بطبيعة الحال، لا للصلح والقانون فوق الجميع. هذا الرفض ما كانش مجرد رفض عاطفي، بل كان إصرار على متابعة المسطرة القضائية والقانونية. وهذا الشيء دفع الوكيل العام للملك يعطي التعليمات ديالو للفرقة القضائية اللي كانت مكلفة بالملف باش تخضع سامية ابنة نجاة عتابو للحبس الاحتياطي بسجن تيفلت. هذا التطور خلى الأم نجاة عتابو بطبيعة الحال تحاول تتدخل من جديد، ولكن الأبواب كانت مصادة، سدوا عليها كاع البيبان، خصوصا العائلة ديال الابن اللي توفى، اللي حاليا في حالة حرجة بين الحياة أو الموت. بل أكثر من ذلك، العائلة ديال الشاب ولات كتعتبر أي تحرك من طرف نجاة أو الفريق ديالها بمثابة ضغط غير مقبول، وما قبلوهش ليهم بهذه العبارة إخواني. هنا غادي يجي بطبيعة الحال الدور ديال المناجر أو الشخص القريب من نجاة عتابو. تحركات هذا الشخص في المستشفى ومحاولته الوصول لغرفة الشاب فجرات غضب العائلة ديال الشاب، تهمته بمحاولة اختراق الغرفة، والأطباء اضطروا يمنعوه مرارا وتكرارا. هذه التصرفات سواء كانت بحسن نية او لا ماشي بحسن النيه زادت من احتقان الاجواء. العائله ديال الشاب ولات متخوفه لدرجه انها هددت بتقديم شكايه جديده ضد نجاة عتابو نفسها، يعني ضد الفنانه. الوضع وصل لمرحله الحرب البارده داخل اروقه المستشفى، واي محاوله ديال نجاة من التقرب من اجل الصلح كانت كتقابل برد فعل عكسي وعنيف من العائله ديال الضحيه. ولكن اخواني اخواتي، واحد الحاجه اللي خاصنا نعرفوها كاملين، كاين طرف اخر دخل على الخط وهو الاب. الطريق ديال نجاة عتابو، هذا الاب ما جاش غير باش يواسي، بل حمل المسؤوليه كامله. نجاة عتابو حمل لها المسؤوليه كامله وقال لها انت السبب في هذا التدهور اللي وصلت ليه الابنه ديالنا والحاله ديالها داخل السجن. وضح ان الطريق كان هو الشخص الأول اللي وصل لمكان الحادثة. كاين شهادات كتقول أن سامية بعد الحادثة ما بقاتش في السيارة ديالها، بل ركبات في السيارة ديال الأب ديالها اللي جاب بشكل فوري. وهذا الشيء إخواني خلق شرخ كبير بين نجاة والطليق ديالها، حتى هي اعتبرته أنه بغى يعاون سامية، واعتبرته بأنه دار واحد العمل طائش وخلصو يخلي داك الشيء للقانون ورجال الأمن. نجاة كانت كتحاول تتصل بنتها، لكن الاب هو اللي كان كيجاوبها. التوتر وصل للذروه ديالو ملي مشات نجاة للدار ديال الطليق باش ترجع بنتها. هذا الصراع بين الابوين اللي باين عليه انه قديم ومتجدد زاد من التعقيد ديال هذا الموقف. نجاة تعتبر في واحد الحاله صعيبه بزاف، خصوصا انه ممكن ينزلوا عليها بشرط جزائي الا هي ما كملاتش الحفل ديالها في بلجيكا. بزاف ديال الضغوط، بزاف ديال الكوارث، محنه كبيره عند الفنانه. كنتمنوا لها التوفيق في الحياه المهنيه ديالها وحتى الحياه العائليه. شكرا للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.